السلام عليكم. اليوم راح نبني بيت جميل في ماينكرافت 10 في 24. فخليكم معنا في الفيديو لأنه الفيديو كله جميل، ولا تنسون الزر اللايك والاشتراك في القناة. والمتابعني جديد، أنا اسمي بيكو. أنزل محتوى ألعاب ومحتوى ترفيهي جدا كلش حلو. فبسم الله نبلش ب3 بلوكات. بعدين هنا نبني 9 بلوكات. طبعا هو يسألوني ليش تكتب بالانجليش. اكتب بالانجليزي مثلا انت جوز تجيني انت انجليزي وشون تعرف شلون نكتب بالانجليزي. 9 بلوكات كمان تجيبها هيج 9 زائد 9 18، يبقى 6 بلوكات بالنص. بعد نجيب 6 نجيب بلوك كوارتز أسود ونبني 10 بلوكات من هنا. فبعد ما نبني 10 بلوكات هني نبني 10 بلوكات كمان هني. بعدين 6 ال10 بلوكات ب10 بلوكات، فهي صار البيت 9 بلوكات. نرجعهم للأخير يعني، أو نوب وحدة ما خلص. فهذا البيت كلش حلو. فأما هنا نيجي نبني 9 بلوكات. فأوكي خلصنا ال9 بلوكات. بعدين نيجي السقيفة نقول مثلا، أو السقف نبنيه. بعد ما نبني السقف نقول نسويه عادل. بعدين نيجي نسويه أبيض كلش هذا، نسويه كمان أبيض. ونيجي هذا البيت شوفه فخم 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 فخامة. بس اللايك أهم شي، اللايك أنا أستمر بتنزيل الأكثر إن شاء الله. وإذا عجبكم محتواي اللايك والاشتراك. وأتحداك تحط لايك أنت مغمض عيونك، واشتراك يعني الاشتراك الكبسة الحمراء مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب. فنجيب نكمل أبيض. بعد ما كملنا السقف الأبيض هذا هي صار بهذا الشكل. أوكي شكله كلش حلو، بس أنا أقول لكم هسه شكله مو حلو تقولوا شو هذا البيت. بس انتظر للنهاية ولا تحكم عن الكتاب من غلافه. هذا عبرة للناس، لا تحكم من كتاب من غلافه. فتدخل على الفيديو تكمله ويلا تخرج. فوكي وصلنا بيت كلش حلو. وخلصنا البيت يعني عن الأساسيات. فأوكي بعد من نخلص هذين الأساسيات نيجي هنا على هاي البلوك نصعد 3 بلوكات. وبعدين نيجي هنا 3 بلوكات، وبعدين نيجي من فوق نربطهم ببعض. وبعدين نيجي الأخير شي كمان يعني نربطهن. وبعد ما نربطهن يعني نسوي السر كامل كله نربطه. بعدين نيجي هنا ما نكمل مو ما نربطهن. اوكي بعد ما نكمل ربط بالجدار او الحائط نفس الشيء. بعد ما نكمل بعدين نكمل السقف. صار بهاي الطريقة. اوكي بعدين نروح نسوي نفس الشي هناك، نحط الأسود. بعدين نجيب الأسود، وبعدين كمان نجيب الزجاج. وهنا زجاج وهنا زجاج. اوكي هناك كمان زجاج، بس شو الزجاج اللي دائما نحطه مو عريض الخفيف. فوقي هنا بلوكتين. بعدين نجيب 1 2 واخير شي كان هو الزجاج العريض. ونجيب الزجاج الصغير نحطه. صار بهالطريقة. بعدين نجيب الأسود ونسوي نفس الطريقة، بس نفوته جوا بلوكه على مود المنظر يكون أحلى. بس أدري راح يكون الغرفة صغيرة بس منظر أحلى يا رجال. فسهيت صار البيت وحلو. المنزل كله جميل، و أتمنى يعجبكم.
بعد ما نحط الأساسيات ونسوي كاملة، بنحط الأبيض هنا، بيت حلو جميل. بعدين نحط الفوانيس أو التورتش، يعني شمع، بس هو الضوء. بعد ما نجيب بعد ما حطينا الأضوية نجيب الأبيض نساعد بيه 3 بلوكات. بعدين نجيب نحط 4 بلوكات. بعدين نجيب الباب نحطه من جوا، ويبقى فوق مسافة نحطها هيجي حيل حلو. تسوون نفسي لازم بالضبط، وأدري شوي يعني ما راح أنزل كل يوم فيديو لأنه تعذروني، لأنه عندي دراسة وتعرفون وضع الدراسة، والدراسة أهم من العب، والما يدرس يروح يدرس بس يتابع فيديوهاتي. أوكي، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نجيب الجلاس أو الزجاج. فبعد ما خلصنا الزجاج نفس الشي نسوي هنا. هاي طريقة حلوة ومرتبة تكون، يعني حتى من تيجي من بعيد تقول شي مميز. فالعفو هنا صار غلط. وبعدها نجيب من هنا ونكسر. طبعا تشوفون سريع بالبناء، لأنه أنا متعود ألعب ماينكرافت. وشوفوا يعني شكل هاي شنو، هاي شكل شوي غريب وحلو. بعد ما صار شكل غريب وحلو نجيب البلوكة السوداء ونخرجها بلوكة كمان برا. اوكي، على مود يعني يكون شي حلو وفاخر على الآخر. ونيجي هنا نجيب شو اسمه هذا البيبان الصغيرة من الآيرون. فصار هيك، نبدأ بني الدرج اللي يسار اللي صعد على الغرفة اليمين، يعني من جهة هيك. فأنا أقول المفروض يسار، من أصور يصير يسار. بس إذا أنت داخل ماينكرافت بالنسبة للشخصية على يميني. أوكي، صارت على اليمين. أوكي، هيجي كملنا الدرج اليسار بناحية التصوير. نحط الفوانيس بين كل وحدة ووحدة وبس، هيجي كافي. وبعدين نجيب شو يسموها، المزارية نسميه. هنا شوي زرع، شوي يجمل المكان، كمان الزرع كمان تجميل للمكان. فبعد ما كملنا الزرع والتجميل بعدين نيجي نبني نفس هذيك اللي بنيناه هناك، يعني نبنيها هناك. فأوكي. فأوكي، لازم تحرصون على بنائها بأحسن جودة عندي. هاي هنا سلاب وهنا سلاب. هنا راح يكون مختلف شوية وبلمسة حلوة. فكلش جميل هذا. و8 بلوكات يعني جايبيها لقدام. العفو، 4 بلوكات وهيك راح يصير الشكل. بعدين يجي شايفين يعني ما خلص، راح شوي راح يكون البيت مو نفس، مو شوية، كثير كثير كثير. فليش أقول لكم كمل الفيديو للنهاية، راح يكون أكو مفاجأة وانتم ما تصدقون وتروحون تشوفون المعلومة تريدوها وتخرجون من الفيديو. فكمل الفيديو، شوف الجمال البيت و يعني علاوته. فهنا نجيب البلوكات السود نحطها هيجي. بعدين نجيب شو اسمه البيبان ونسويه بهاي الطريقة، نسويه كديكور ونكسر البلوكات السوداء. وصار الديكور مالتنا جاهز وفاخر على الآخر. بعدين نجيب البلوكات السوداء نسدها منها عما طلع طول المكان. وبعدين يجي يمات كمان منها
نسوي نفس الطريقة اللي سوينا بيها هذيك التزيين والديكور. بعدين نكسر كل اللي يلعب ماينكرافت سوى هذا البيت يكتبوا لهم ايش قد هذا البيت اسطوري. أمانة هذا البيت جميل ولا لا؟ والمبنى عمره خسارة، لازم يعني عمره خسارة، ما شاف شي بعمره من ماينكرافت. اوكي، فنكسر هنا 6 بلوكات وهنا كمان 6 بلوكات ونحط هنا درج وكمان درج. بعدين نحط سلاب، بعدين نحط سلاب والدرج، بس لازم نضبطه الدرج من جوا. ونجيب السلاب بات غلطنا هني. اوكي، بعد ما سوينا السلابات وضبطنا الدرج او السلم صار هاي الحلاوة وجميل كلش. فنكسر هنا البيبان ال4 هنا كبرناه شوي، هنا نسد منه الأسود، نسدو هنا الأبيض المخرة. طبعا كل واحد وتصميمه وكل بيت وتصميمه وكل بيت وديكور. فأوكي، البيت كلش حلو، والعجب يحط لايك والبناء يحط اشتراك. يلا نشوف ايش قد راح نزيد اشتراكات ايش قد راح نزيد لايكات او ايش كم لايك راح يصير هذا الفيديو. يعني انت عجبك، واذا انت حط اشتراكي ترى انت يعني انت شنو انت حاب بنيتم. اوكي، طبعا اكيد الكل راح يبنيه والكل عجبين فارد. والشغلتين الثواني يحط لايك واشتراك وتفعيل الصبيات على مود يوصلكم كل شي جديد. ما ننساه. طبعا نحط الابيض والازرق هني وكلش البيت توب، يعني توب 1 بالعالم وافضل بيت في ماينكرافت راح تلقاه يمي، وعلى مسؤوليتي راح يقولولك كلهم احلى بيت بالعالم. فنكمل ديكور رقم 1. اوكي شوية كنت زيد والله شوية احب كماني. نحط تشيست وان شاء الله ما راح اقطع عليكم، اذا قدرت والله يعني ما اقطع، بس شوية الشي صعب علي وما قاعد اقدر انزل يومي بس قاعد احاول، ودائما اني احاول. فان شاء الله انزل يومي واحاول قدر المستطاع تنزيل يومي. فادعموني على مود انزل يومي، وانتم ما قاعد تجيبوا لي الدعم، قاعد انزل لكم يومي. يعني ليش ننزلكم يومي دعم ما جاي يا اخي؟ دعم ادعم. اذا وصل هذا الفيديو 30 لايك راح انزل لكم فيديو ثاني واحلى منه، وكل احد يعني طلب منه شيء متعوب عليه، بس شيء حلو وصغير ومرتب بيجي بيستايله مو نفسات كبير. اوكي، وما يتعبكم. انتو اكيد راح يقولوا الكل بالتعليقات ابني بيت صغير، او ما راح تقولوا، لان انا قلت لكم لا تقولوا لي ابني بيت صغير او شيء ما يتعب. راح اجيب لكم تصميمات حلوة وبيوت صغيرة، وانتو اذا بيوت مش يعني انتو تقولون بيوت تبنون بيت صغيرة، انتو روحوا شوفوا القديمات، الفيديوهات القديمة ما صار هوا كثير. وتعالوا قولوا لي ابني بيت صغير هنشوفكم، لانه كلهم راح تبنوهن. يعني في الفيديوهات القديمة كلش اسطوري، وان شاء الله الفيديوهات الجاية احلى واحلى. طبعا بدايتي هاي القناة من 2020 لحد الان اني مستمر في القناة، بس الدعم كلش قليل وما تقدرون
تدعموني بالدعم الكافي، وأتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات. والله أنا من أمنيتي أصير أوصل 1000. والله ما أريد توصلوني 1000 وهاي الأشياء، واني يعني أتمنى بس أمنيتي وهاي. أوكي، فنخلينا بالفيديو. شوف التصميم، والله تصميم الله يكرمكم، الحمام جميل. اوكي شوفوا الجمال، شوفوا الجمالية. بس راح يكون من جو احلى. العفو، من جو احلى طبعا. نحط تشيست، نحط اغراض مثل فرشاية الاسنان، وهنا الديكور العالمي. يا اخي والله انا اكثر شي عاجبني بالبيت الديكور امانة، يعني مو كلش الديكور حلو. واذا ما عجبكم لايك، لكن اكيد الكل راح يعجبه ويشترك ويحط لايك، ويبني ويحط لايك واشتراك. يعلق، يعني ما عجب هذا، اذا انت علقت يعني ما عاد تقول لي اني ما عجبني الديكور الا هذا مال البيت. ولهنا لازم نسوي هيك. اوكي خلصنا السور طبعا 3 بلوكات وتكمل، وكذا بلوكات وتكمل. فهسه تجيب الخشب وراح نسوي نفس الحديقة وكلش مرتب ويعجبكم اكيد، بس اتمنى الشي طبعا. وهذا البيت العفو هيكون نفس السور. اوكي خليكم ويا الموسيقى. الموسيقى اقصد دقات الخشب والديت، اسمع الصوت. اوكي شوفوا ترى هاي ماينكرافت اللي عندي شوية تميل للواقعية وكلش حلو. طبعا ماينكرافت ترى صعبة، بس اذا تتابعني كل شي سهل. راح اجي بالله. طبعا اللي عجب هذا البيت يريد شي يسوي، شو اسوي؟ وراح اسوي ماينكرافت. اكتبوا بالتعليقات على السريع. هنا راح يكون، انتظروا القادم في اريد احمسكم انا متخلصون في الفيديو الاخير وتشوفون المنظر الرائع والجذاب. اوكي انتوا شفتوا بمقدمة الفيديو المنظر الرائع، وهنا اما راح تشوفون المنظر الرائع لأسطورة فتاك. وخلصنا الشي فتاك وحلو وجميل. طبعا شفتون يجي جايب بوكيت ماي، يعني عرفت كيف المي واقعية. طبعا انا احدث نسخة ماينكرافت واتحدى واحد يلقى احداث منهم. اوكي نكمل الخشب بدال كتير نكلف كتير. طبعا حتى الخيال نفس ما قاعد تنتبهون واضح ماينكرافت الواقعية. اوكي نكمل. اول مسبح خلصنا. شنو اول مسبح؟ مسبح خلصناه، وهني نجي نحط قاعدة صغيرة. واسفين الصوت صوتي لانه المايك شوية بعيد عني. نجيب ذني الخشب او الطبلة او اي شي تسموه. وخلصنا. من يتوقع اني قد تعبت على هذا الفيديو، على هذا التصميم. ان شاء الله عجبكم التصميم ولا شو اسم يعني. ان شاء الله عجبكم التصميم والجمالية للتصميم. فلا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. وسلام، مع السلامة، باي. لايك اشتراك.